السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاركين والمشاهدين. حديثنا اليوم عن فساد مؤسسة الكاف. فساد مؤسسة الكاف ليس طارئا، بل متجذر في بنيان شيدت منذ البداية على لبنات فاسدة ومشبوهة. أغلب المسؤولين داخل هذه المؤسسة تحوم حولهم شبهات الفساد، وقد أحكموا قبضتهم على مفاصيلها، خصوصا على قطاع التحكيم الذي تحول إلى أداة تدار وفق المصالح لا وفق معايير العدالة والنزاهة. هؤلاء لا يعملون بروح رياضية ولا بحسن نية، بل يخدمون أجندات دولهم، بل إن بعضهم ينخرط في خدمة توجهات أنظمة إفريقية عسكرية ناطقة بالعربية، إلى جانب دول من القارة السمراء لا ترى في تطور إفريقيا أولوية، بل تسعى إلى إبقائها راهنة التخلف والصراعات. لماذا يعاني المغرب مع هذه الفئة؟ السبب الجوهري يكمن في كونه دولة ذات نظام ملكي، في حين أن الأنظمة العسكرية الإفريقية الناطقة بالعربية إلى جانب بعض دول القارة السمراء تعتبر الأنظمة الملكية خصما مباشرا لها، وهو ما ينعكس حتى في المجال الرياضي. إذن ما الحل؟ الحل يتمثل في مواجهة هذا الفساد بشكل مباشر عبر استثمار النفوذ داخل الفيفا، وبناء تحالفات مع دول إفريقية تتقاطع مصالحها مع مشروع إصلاح الكاف، بهدف تنظيف البيت من العناكب وخيوطها. متى الوقت المناسب للتحرك؟ هو مباشرة بعد نهاية كأس العالم 2026، حيث تتغير موازين القوى وتفتح نوافذ حقيقية لإعادة ترتيب البيت الكروي الإفريقي. شكرا على الإنصات، إلى الملتقى إن شاء الله.